فوز مهم جدا 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 لنادي الزمالك على النادي المصري بنتيجة 4-1. فوز ساحق ومستحق وممتع لكل الجماهير الزملكاوية في بداية المرحلة النهائية للدوري. دي مباراة ممكن نقول إن هي المباراة الأهم، ممكن مش الأصعب ولكن هي الأهم في المرحلة النهائية. ليه الأهم؟ لأن دايما البدايات هي اللي بتقدر تاخد الفريق في طريق كويس أو طريق شك. المرحلة دي كل ماتشاتها صعبة، أيا كان الفريق اللي هتلعبه كل الماتشات صعبة. هم 6 ماتشات، يعني ما فيهمش مجال لأي أخطاء أو نقط تقع بلا داعي يعني. فالبداية كانت مهمة جدا. كان في بعض التفاؤل عند الجماهير الزملكاويه ان السنه دي الزمالك لعب المصري اكتر من مباراه، يمكن تعادل في واحده وكسب باقي المباريات. الفرقه مش مفاجاه، قدرنا ان احنا نتابعها، الجهاز الفني حافظها قادر يحضر لها بشكل كويس. ودي كانت كلها مميزات لفكره انك تبدا مبارياتك مع النادي المصري. وده لا ينتقص شيء من قوة النادي المصري، ولكن المصري كان بيعدي في فترة اهتزاز. خروجه من الكونفدرالية أكيد كان ليه عامل نفسي سيء على الجهاز الفني أو لعيبة النادي المصري. بس طبعا في الآخر الكواليتي اللي موجودة في النادي المصري السنة دي ومدرب زي نبيل الكوكي كان لازم تحضر لهم بشكل كويس جدا. شفنا بداية المباراة كانت يمكن فيها ضغط لنادي الزمالك. الكابتن معتمد جمال لعب بالدايموند اللي كانت المفروض هي فعلا تكون مناسبة لفريق بيلعب بالكثافة العددية اللي عاملها في خط الدفاع، يمكن أكتر من خط النص. فكان لازم تسيطر على خط النص بشكل أكبر وتخترق على قد ما تقدر من العمق، لأن هم يمكن هيبقوا قافلين الوينجات بشكل كبير، لأن كل جنب فيه مساك وباك ناحيته، وغير ان لعيب مرتكز في نص خط الدفاع اللي كان بيبقى مكون من مصطفى العش وبهر المحمدي وخالد صبحي، والثلاثه المفروض ان هم على مستوى عالي. ولكن الزمالك بدأ ضاغط فعلا، بس كان في مشكله كبيره قوي. خط نص الزمالك المكون من احمد ربيع وعبد الله السعيد واحمد فتوح، ممكن نقول ان في كوره من احمد فتوح من عبد الله السعيد، ولكن التلاتة في بطء شديد. ما ينفعش ان انا اكون ببني لعبي وتحضير لعبي على خط نص التلاتة اللي فيه كرتهم بطيئة او الخروج بالكرة عندهم بطيء، وما ينفعش يكون الارتداد بتاعهم بطيء، وما ينفعش يكون الضغط العكسي بتاعهم بطيء. في كل الاحوال معركة خط النص كانت خسرانة لنادي الزمالك. وده شفناه يمكن مش في جون المصري بس، من قبل جون المصري. الاختراق من العمق كان سهل جدا جدا جدا، مع انك المفروض انت عندك الثلاثه قدامهم بتزيرة في الحته دي، وناصر منسي وعدي بيضغطوا قدام، ويمكن كمان عدي بيكمل في المرحله الدفاعيه مع لعيبه خط النص. ولكن في الاخر اللي شفناه ان خط النص مخترق بشكل سهل جدا جدا جدا، ويمكن بالسلو موشن. يعني كان في اكتر من كوره مستفزه، ان هي الكوره بتتلعب في منطقه فاضيه والكوره بتقف، لا في لعيبه من المصري ولا في لعيبه من الزمالك. وعلى ما لعيبه من الزمالك تروح تاخدها يكون حد من المصري جه اخدها، وكانوا بيتضربوا بمنتهى السهوله. لان كمان كان صلاح محسن بيسقط مع لعيبه خط النص، وكانوا بيعملوا زياده عدديه وبدون ضغط خالص او تمثيل بالضغط، ان احنا بنمثل ان احنا بنقرب وبعد كده بنكش وبنحلق. لو انا هلعب بعبد الله السعيد واحمد فتوح، لازم شكل اللاعب اللي هيكون نمرة 6 وراهم يكون عنده بعض الخواص اللي ما ينفعش ما تكونش موجودة. أولها السرعة الشديدة، لازم يكون سريع جدا، لازم يكون قوي جدا، لازم يكون شرس، لازم يكون تصرفه بالكورة ومن غير الكورة في ذكاء وفي سرعة. للأسف أحمد ربيع هو لعيب مجتهد اكيد، ولكن اللي احنا شايفينه لغايه دلوقتي هو انا ما اقدرش اقول ان هو ده هيكون نمره 6 لنادي الزمالك الاساسي اللي انا اعتمد عليه. ممكن يكون سكواد بلاير موجود عشان الازمات، ولكن لو هو ما طورش من نفسه، ولو هو ما اشتغلش على نفسه عشان يطور من ادائه ومن سرعته ومن شراسته ومن قوته البدنيه حتى، لان انا ما ينفعش يبقى 6 بتاعي لما بيخبط مع البلاي ميكر ما بيقدرش عليه. يعني ما هو دي حاجه من الخواص الاساسيه للعيب اللي هو هيلعب في المكان ده، لازم يكون قوي بدنيا. فانت مفيش قوه بدنيه ومفيش سرعه في الاداء، مفيش تصرف صح بالكوره. حتى لما بتاخد الريسكات في الجزء الهجومي لما بتحب تشارك،
لا تصرفات يعني خاطئة بالكورة كتير جدا. ولكن ربنا ستر معانا ان يعني لعيبه المصري ما استغلوش ده بالشكل اللي المفروض يستغلوه بيه. خطفوا جون بعد 12 دقيقه كان ممكن يبوظوا الماتش خالص خالص. ولكن ساعتها شفنا السوبرمان بتاع نادي الزمالك في الفتره الاخيره بيتزيرا، اللي بيحل لنا المشاكل. بيتزيرا في الاول كنا شايفينه اللاعب المهاري اللي بيرقص، اللي بيعمل الحاجات اللي بتعجب الجمهور بدون استفاده. ولكن دلوقتي النسخه اللي احنا شايفينها من بيتزيرا لا، نسخه شرسه جدا، نسخه بتعمل حاجات احنا خيالنا مش بيجيب هي بتتعمل ازاي، زي التشميسه اللي عملها في كوره ميته في نص الملعب وبقى رايح بوشه واخد الفاول اللي كان بنتايج هيجيب منه جون عالمي لولا تألق عصام ثروت. قدر بيتزيرا يرجعك في المباراة وينقلك دون الاعتماد على خط النص اللي كان مش موجود ولا هجوميا ولا دفاعيا امبارح في المرحلة دي من المباراة. قدر بيتزيرا يشد الفرقة، قدر ان هو ياخد الكورة، قدر ياخد فاولات اللي منها جه الفاول اللي يعني اتلعب بذكاء شديد جدا. وشفنا قيمة اللعيب الحريف في التعامل مع اللاعب المصري اللي كان في الحيطة قصاد بيتزيرا، مع انه كان قريب جدا وبيتزيرا اخد الكورة وبيتحرك بالراحة. دايما اللعيب الحريف المدافع بيخاف يدخل عليه، مش هيبيع نفسه، فبيفضل يرجع معاه خطوات لورا. ولكن هو اللي ما خدش باله منه، هو كان متخيل ان بيتزيرا هيروح ياتاك الجون زي ما بيعمل في العادي، ولكن بيتزيرا كان ماشي بالعرض عشان يعمل كروس على البعيده. وكانت لعيبه المصري مرتكزه الارتكاز بتاع ان هو لعيبه الزمالك اللي بره دي هتقرب من الجون عشان الفاول يترفع. ما تحركوش وما رحلوش ساعتها، ففضل لعيبه الزمالك تقريبا في 3 4 لعيبه كانوا ورا اخر مدافع، والكرة اتلعبت بلسم لعدي الدباغ. اللي بجد لازم نركز مع النقطة دي في الأهداف بتاعته. احنا ممكن يبان لنا ان اهداف عدي سهله وكلها تاب ان هو بيزق الكرة في الجون، ولكن هو بيزقها في الجون، ما هو مش قاعد في بيتهم، هو بيتحرك صح، بيروح في اماكن صح. ودي حاسه عند المهاجم ممكن لما نشوفها زمان في انزاجي مثلا، ان هو تحس ان هو بيجيب جوان سهله. ما هو الجون السهل ده هو اللي خلاه سهل، لان هو بيتحرك في الاماكن اللي محدش غيره قادر يتوقع ان الكرة هتكون في المكان ده. فكونه يتواجد في المكان الصح وهو مش اوفسايد، ويعرف يتصرف التصرف السهل البسيط اللي هي لمسه في مكان معين في الجون بتروح جون، ده يدفع فيه فلوس. يعني المهاجم اللي بيعمل ده، انا مش لازم يكون عندي دايما المهاجم اللي بيخبط والسريع والحريف. انا مش جايب واحد يتخانق، انا جايب واحد يعمل لي شغلانه. الشغلانه دي ان هو يجيب اجوان. بيضيع كتير، بس هو زي ما بنقول هو مجهوده عالي، بيعمل الضغط العكسي بشكل كويس قوي، بيعمل ترحيل للمراكز وتمركزاته في الملعب سواء على الوينج اليمين او الشمال او كمهاجم هايله. والتبادل اللي بينه وبين ناصر منسي في الملعب دي حاجه جميله جدا جدا، ولازم يتعمل عليها هايلايتنج، لان الكوره كنا نسينا منها فكره وجود 2 مهاجمين في الملعب. تحس ان هي انت بتشتم من اي حد تقول له عايز يبقى فيه 2 مهاجمين في الملعب. لا، انا ممكن عادي يبقى فيه 2 مهاجمين في الملعب ويكونوا بكاركترستكس او بمواصفات معينه وقادرين يكملوا بعض. ليه لا؟ ليه لا؟ هي القصه خلاص ما بقتش لازم ونجات ونجات ونجات، لا، الكوره ليها اشكال وطرق مختلفه. العب 4 4 2 فلات، العب 4 1 2 1 2، ممكن عادي. ما هو مش لازم هو اللي بيحصل بره ننفذه زي ايام ما كنا بنلعب احنا هنا 3 5 2 والعالم كله بيلعب 4 4 2، وكنا بنتخانق مع المدربين ازاي مش بتلعبوا زي العالم. يا جماعه الحاجات دي كلها متغيره، لان رجعوا بره للثلاثه وبعد كده رجعوا للاربعه تاني. فكل الكلام ده لازم يعني نحترم الفكر بتاع وجود 2 مهاجمين في الملعب بالمواصفات دي، لان مواصفات المهاجمين هي اللي بتخليني ينفع العب بيهم مع بعض ولا لا. بعد كده شفنا ان المصري تقريبا هو ساب الكوره وما بقاش بيحاول، وسهل المباراه جدا على الزمالك ويشكروا على ده. يعني بصراحه هم سهلوا المباراه على الزمالك بشكل كبير، لان هو كان ديب قوي لورا في الشوط الاولاني بالخمسه اللي ورا والاثنين في نص الملعب، فالكوره ما كانتش بتروح للمهاجمين بشكل كافي. مع تألق شديد جدا لمحمد اسماعيل الحقيقه امبارح في التغطيه، في الضغط. هو وحسام عبد المجيد هم اللي لحقوا الزمالك امبارح في الشوط الاول، لان هم اللي كانوا بيطلعوا عشان يبقى في زياده عدديه في نص الملعب في الفراغ الكبير قوي اللي كان نص الملعب فيه. فمحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد عملوا دور كبير قوي، ولكن يمكن اسماعيل امبارح كان منور اكتر في الجزئيه دي. وبعد كده شفنا ان الجون الثاني بدأ فعلا من حسام عبد المجيد، اللي طلع الكوره لبيتزيرا اللي في كوره ميته لف بيها. ودي حاجه عنده بصراحه، دي من الحاجات المهمه جدا، ان هو مهما استلم بظهره في المنطقه بتاعت نص الملعب عشان مش بيبقى مضغوط بالخط والباك اللي في ظهره بيقدر يلف.
هو وانس ان بيتزيرا لف خلاص، هي الكوره بقت خطر يعني في منتهى الخطوره. فلما اللعيبه اتجمعت عليه كالعاده واتعمل عليه التاكل، قدر فتوح بقى بصياعه كوره ان هو يزق الكوره بشكل معين ويستنى ناصر منسي اللي جري جريه عرضيه ذكيه جدا، ان هو عشان ما يطلعش في الاوفسايد. وفضل مصطفى العيش مغطي على الاوفسايد واتلعبت في ظهر المدافع وهدي عليها. وهي كانت كرة حنينة وسهلة مش بتجري بعيد، هدي عليها عشان يعدل جسمه ويقدر ان هو يحطها بمنتهى الهدوء في الزاوية البعيدة اللي تعتبر ميتة لحارس المرمى. الهدف ده كان مهم جدا جدا جدا، ان الشوط ينتهي بتقدم الزمالك عشان تقدر ان انت تبني بناء مختلف للتاكتكس بتاعتك في الشوط التاني. لو كان خلص تعادل كنت هتبقى في مرحلة شك وتوتر، وكان ممكن المصري يرجع للمباراة بسهولة وممكن يتقدم عليك تاني، لأن أنت حالتك في نص الملعب ما كانتش كويسة. دخلنا الشوط التاني، كابتن معتمد جمال عمل حاجة ذكية جدا منه، إن خلاص طالما أنا مش قادر أبني على نص الملعب بتاعي، طالما في بطء في نص الملعب، ومادام ان المصري هيبدا ان هو يحاول يعوض النتيجه لانه طالع خسران بقى الشوط الاولاني، فهو لازم هيفتح شويه، لازم هيضغط شويه، هينقل خطوطه لمرحله اعلى شويه. قدرت ان انا ابدا العب على التحولات والكرات الطويله من عند محمد اسماعيل. محمد اسماعيل عمل امبارح 3 4 كور في ظهر باهر المحمدي وفي ظهر خالد صبحي. ناصر منسي تعامل معاهم كلهم ب 100%، ما فيش غلطة في التعامل مع الكورة وهي رايحة. يمكن التصرف الأخير ما يكونش مثالي في بعض الكور، ولكن احنا شفنا الكورة اللي زقها من قدام باهر وجري بيها. الكورة دي يمكن هو كان عدي قاطع له عشان يلعبها له، ولكن هو عدي كان في مدافع معاه والجون مقرب منه، فكانت الناس تعمل له عرضيه مش احسن فرصه. هو كان المفروض ان ناصر يكون داخل اخد قرار ان هو يحطها في الجون من بدري شويه ويتصرف فيها بشكل افضل من كده. وجت كرة تانية اللي نطت من فوق مصطفى العيش وبرضه الفنت اللي عمله ناصر عشان يخلي نفسه تنزل الكرة قدامه، وبعد كده حصلت الدربكة والكرة طلعت كورنر. بعديها تترفع كرة من عمر جابر لما راح في ظهر الدفاع، وشفنا ناصر منسي وهو طالع لها ووسط 3 مدافعين بيحطها جنب العارضة. وجي بعد كده ناصر منسي ختم الاداء المثالي بتاعه امبارح، اقدر اقول ان هو كان اداء مثالي من راس حربة في كل حاجه. في الجون الثالث، الجون ده جه في وقت احنا جماهير الزمالك كلها كانت امبارح في حاله توتر شديد ان هو احنا ممكن نتخطف والماتش يبوظ مننا. ولكن جت الكرة دي برضو كروس بيتلعب وناصر جوه ال6 ياردة، الكرة اتقطعت خلاص، طلعت بره على بوز ال 18 ناحية اليمين. الكرة خلاص انتهت، المفروض ان هي مش بتاعتك وسط 3 لعيبة من المصري، ورايحة اللعيب الحريف اللي لسه نازل اللي هو عمرو الساعي، اللي المفروض نازل عشان يطور اللعب للمصري ويمثل خطورة. ولكن تنشق الأرض عن ناصر منسي، ما حدش فاهم هو كان بيفكر في ايه. والله انا مش قادر اتخيل هو جاب منين احساس ان هي الكرة دي هتجيله في الحتة دي، وراح وخطفها. لغاية دلوقتي عادي، ممكن ان احنا يعني ده يحصل، لكن ان هو يكون خاطفها ومقرر وهي بتنط ان هو يلطشها بالمنظر ده وتروح في الحته دي، ممكن في توفيق ان هي راحت في الحته دي، ولكن التصرفات كلها اللي هو عملها بصراحه يعني هي حاجه اظن ان هي غريزيه. يعني هو ما فيش حد مدرب هيروح يقول لمهاجم انت اما الكره هتتقطع هتجري تروح في الحته دي وتعافر عليها وتقطعها وتلف وتروح حاططها فيرست تايم في البعيده. حارس المرمى لا يسأل عنها، يعني هو ما فيش حارس مرمى يسأل عنها، لان انا كحارس مرمى انا هتخيل منين ان في انسان هيعمل اللي هو عمله ده؟ هو على الاقل اعدل عدله يا اخي وبص لي، هو انت ظهرك ليا عند جوز ال 18 والكوره بتلف، ومعلش يعني انا اسف احنا ما عندناش يعني الكواليتي في الدوري المصري اللي هتطلع منه الحاجات دي على طول. ودايما ناصر بيتم اتهامه ان هو مرزق او حظه حلو او موفق. لا يا جماعه، اللي احنا بنشوفه من ناصر في الفتره دي يقول ان هو لعيب عنده كوره، يمكن مش احسن حاجه في التاريخ، ولكن حاليا هو اكتر مهاجم عنده امكانيات في الدوري المصري، وعنده حاجات بيعملها احنا مش بنتوقعها. فانت كمشاهد لما تتفرج على مباراة وتشوف لعيب بيعمل كورة غير متوقعة بالنسبة لك مرة واثنين وثلاثة، اديله تقديره بقى. يعني في مرحلة لازم تبدأ تقدر البني آدم اللي قدامك ده، ان هو لو هنرجع كل حاجة للتوفيق ده ظلم شديد جدا لناصر منسي، اللي يعني يحسب ليه ان هو بعد اهتزاز في المستوى اخر ماتشين مع الزمالك ان هو قدر يرجع تاني للمستوى اللي احنا كنا بنشجعه وبنشكر فيه وبنقول لكابتن حسام لازم هو يكون موجود في المنتخب.
فشفنا ده امبارح من ناصر في هدف تاريخي اللي ناصر المنسي نهى المباراة. الماتش خلاص بقى في المرحلة دي، الماتش انتهى. بدأت التغييرات من كابتن معتمد، نشط نص الملعب، شفنا آدم كايد نزل حرك الدنيا بشكل أفضل شوية. يمكن ناس تتساءل ليه فتوح اللي يخرج وليه عبد الله هو اللي يقعد. أنا كنت شايف إن الاتنين أي واحد فيهم يخرج هي مش هتكون مشكلة، لأن الاتنين كانوا بنفس الخصائص تقريبا. ولكن يمكن إن فتوح يرتاح بعد ما يعني المباراة تكون مضمونة ليا، ده شيء مهم جدا، لان فتوح لعب 180 دقيقة مع المنتخب ولسه راجع من السفر، واحنا داخلين على معجنة ماتشات وفي سفر للجزائر، فطبيعي ان فتوح يريح، لان انا فتوح لا غنى عنه بالنسبة لي في جوه تشكيلة الزمالك الأساسية. وفي الاخر عبد الله عمل النقطة المضيئة بتاعته، اللي هي الكورنر اللي رفعه حسام عبد المجيد، اللي تاني بيجيب هدف رأسي. ودي حاجة لازم تكون نقطة قوة عند الزمالك. يعني أرسنال بجلالة قدره باني خططه على الكورنر اللي جابريال هيجيبه. ايه المشكلة ان انا ابني خطط بتاعت ضربات ثابتة على حسام عبد المجيد؟ يعني مش عيب، المفروض ان ده يحصل. فالمحصلة النهائية إن الزمالك قدر يفوز بمباراة في منتهى الأهمية في بداية المرحلة النهائية، فرقته 3 نقط عن بيراميدز وصدرت الضغط للبيراميدز. هو عنده ماتش أقل، ولكن في الآخر إنك تبقى بتطارد القمة دي حاجة برضو بتحط ضغوط على اللعيبة. وبقى في دلوقتي فرق 6 نقط عن الأهلي اللي لسه هيلعب مباراته مع سيراميكا. فكرة ان انت تبقى بتكسب ماتشاتك، فمش هتركز مع الفرقة التانية. دي حاجة مهمة جدا، طول ما انت اللي راكب اكسب وما تبصش وراك عشان الدنيا تعدي معاك سهلة. المباراة دي وراها باي للزمالك قبل ما يرجع ويقابل بيراميدز. فمهم قوي 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 ان الزمالك يكمل الفترة اللي جاية مباراة مباراة. تاني هنفضل نقولها كل مرة، ماتش بماتش، مباريات كؤوس. لو قعدت احسب الدنيا هتفرط مني، فما ينفعش. تشكيل الزمالك هيفرق معاه كتير قوي رجوع محمد شحاتة. محمد شحاتة مش نمرة 6 في الأساس، وده مش مكانه وكل الكلام ده، وأنا بحتاج أوظفه. ولكن لا، أنا مهم قوي بالنسبة لي محمد شحاتة يكون في الملعب، سواء بقى نمرة 6 مكان ربيع أو مع ربيع، ويبقى واحد من فتوح وعبد الله بس هم اللي في الملعب، خصوصا في مباراة زي مباراة بيراميدز أو مباراة زي مباراة الأهلي، لأن المباراة دي هتكون تكتيكية بشكل كبير، وما ينفعش أبقى خسران نص الملعب. فانا نص الملعب بتاعي ما ينفعش يكون فاضي بالمنظر اللي انا شفته امبارح ده. ربنا سترها معانا، المصري ساعدنا. كان في ذكاء من اللعيبه، كان في توفيق شديد جدا من الثلاثي الهجومي. ولكن طبعا بخص طبعا ناصر منسي وبيتزيرا، اللي هم اللي بيعملوا الفرق معانا في الفتره دي. ولكن جميع اللاعبين برضو عملوا كل اللي يقدروا عليه، حتى ولو في امكانيات بعض اللعيبه ممكن ما تكونش زي اللعيبه التانيين. امبارح شفنا عمر جابر في الملعب. لازم هدور في التشكيل طالما عندي امكانيه ان انا ادور، بس لازم كابتن معتمد يكون عارف ان حاليا محمد ابراهيم هو الاساسي. ما ينفعش، احنا الموضوع ده مش محتاج روتيشن عشان ضغط الماتشات، اوكي، بس هو انا محمد ابراهيم حاليا هو افضل بكتير قوي من عمر جابر، اللي ما كانش سيء على فكره امبارح. ولكن محمد عنده حلول مختلفة، عنده كورة وسرعات مختلفة، فأنا ما ينفعش إن أنا أهمل ده بأي شكل من الأشكال. مباراة مهمة جدا، ثبتت موقع الزمالك في الصدارة، لازم نبني عليها في الفترة اللي جاية عشان اللي جاي أصعب من اللي فات.